السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي في الله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ومعاكم فيديو جديد من قناه دينا ريان. قبل ادي الفيديو اشتركوا في قناتي عشان تصوتوا اكبر بيكم. قبل اي حاجه يا بنات لازم ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا يرب يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم وينصرهم ان شاء الله عاجلا غير اجلا، ويربط على قلوبهم ويصبرهم، اللهم امين. اول حاجه كده كنا عاملين فطار كده سريع انا ومكه. نزلت عبد الله المدرسه، الكلام ده من كام يوم، لان ابني اليومين دول تعبان شويه، ربنا يشفيه ويشفي كل مريض اللهم امين. فمأجزين يعني الكام يوم دول. فكنت جايبه بطاطا بقى، كنت جايبه الكيلو ونص ب10. فقلت اسلقها بقى نص سلقه وبعد كده احطها في الفرن. اول مره اعملها بالطريقه دي بصراحه. هي حلوه مش وحشه، بس انا بحب احمرها على طول في الفرن او اشويها على طول في الفرن. بس قلت اجرب الطريقه دي، هي حلوه مش وحشه. بتحتفظ بالميه بتاعتها او بالسوائل بتاعتها، لكن لما بتعملها في الفرن على طول بتطول وتلاقيها نشفت معاكي، بس بتبقى بصراحه حلوه قوي. تمام كده. فطريقتها دي حلوه ودي حلوه. هنكمل بقى مع بعض التنظيفات اللي كنا عاملينها، التنظيف العميق في المطبخ. كنت قايله لكم ان شاء الله هكمل الفيديو معاكم، بس والله عايزه اقول لكم تعب الاولاد مع طبعا يعني حالة الاكتئاب اللي احنا داخلين فيها بسبب طبعا اخواتنا في فلسطين وكده، ربنا يعينهم ويقويهم ويصبرهم ويربط على قلوبهم، اللهم امين، ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم، اللهم امين. فالواحد والله مش، انا عايزه اقول لكم الفيديوهات والله معايا، عايزه بس تتمنتج وان انا اعمل عليها مونتاج الصوت وانزلها على طول. يعني انا مصوراها معايا كذا فيديو مصوراه والله، بس محتاجه ان انا امنتجه وانزله. بس فعلا والله الواحد ولا في وقت. وكمان تحس كده ان الواحد مش ملوش طاقة كده ان هو يعمل حاجة، ملوش في طاقات سلبية كده موجودة في البيت. والله ربنا يعيننا ونا جميعا. احنا عايزين بقى عاملين الفيديو ده عشان ايه؟ نسترد تاني كده الطاقة الإيجابية ونرجع تاني لروتيناتنا لروتينات التحفيز كده ونحس فعلا ان احنا ايه، حابين نغير في البيت او ننظف البيت كده ونغير الطاقة النفسية والطاقة السلبية نطلعها ونرد بدلها طاقة إيجابية ان شاء الله. حبيت كده ان انا اعمل معاكم الفيديو كده، انا اتحفز قبليكم والله. يعني انا محتاجه متفرجه على روتينات كتير عشان اتحفز قبليكم، عشان اطلع لكم فيديو يكون ان شاء الله تستفيدوا منه ويكون طاقه ايجابيه ليكم ان شاء الله. زي ما قلت لكم، اول حاجه البطاطا دي كنت جايباها شارع المدرسه بتاع ابني في سوق. فطبعا ايه بوديه كده وانا راجعه كده، بيبقى على الساعه 8 ونص كده، بيبقى إيه السوق بقى في اوله كده، الحاجه بتبقى جميله وصبحه. وطبعا حاجه الشتاء اصلا كلها ما شاء الله اللهم بارك، اذا كان خضار او فاكهه بصوا مما تشتهي الانفس فعلا. ما شاء الله اللهم بارك، الحاجه بتبقى جميله قوي الصبح. الاسعار طبعا احنا عارفينها هوب هاي خالص. فالله المستعان. هنا كنت مفصله لهم رمان وكنت حاطه لهم فيه ميه بسكر كده، وكنت لسه احطه في التلاجة. وكنت هنا منضفه بقى طبعا البطاطا عشان تنضف لازم تنقعها الاول، لان يبقى فيها طين كتير اعزكم الله، فلازم ايه تبوش خالص. وبعد كده تدعكها بقى باي ليفه نضيفه طبعا تكون مخصصه للخضار او الفاكهه، او الفرشه اللي هي طبعا معروفه بتاعت الخضار او الفاكهه. وغسلتها كويس. وكمان اخر اليوم بقى نبدا ان احنا نتعشى بيها كده انا والاولاد بعد ما نخلص كل اللي ورايا. كنت اليوم ده بقى اللي هو يوم الاحد طبعا كان المعتاد اللي انتم متعودين معايا ان انا بعمل سمك. طبعا قبل ما نتعب الكلام ده اللي هو يوم الاحد اللي هو قبل ما نتعب فيه، لان طبعا السمك مش هينفع خالص مع دور البرد اللي معانا. وطبعا حسيت الصدر والكلام ده كله هيزر معانا البرد اكتر السمك. فما عملتش الكلام ده كان الحد اللي فات، بس في الحد ده ما عملتش فيه سمك. عملت لهم بانيه ومكرونه وكده وقضيناها، لان بجد كنتش قادره اقف في المطبخ يعني. اللي هو ايه، اي حاجه جاهزه لو كان ينفع نسلق بيض كده واي حاجه جنبها، بس طبعا البيض برضو ما ينفعش ولا لبن ولا الكلام ده كله. فعملت مكرونه وبانيه اليوم ده. نكمل الروتين بتاعنا بقى. كنت عامله سمك بولتي، بجد كان طعمه حلو قوي. كنت جايبه الكيلو ب70، مش عارفه بقى هو رخص ولا ايه، انا كنت اول مره اجيب من المكان ده. بس عايزه اقول لكم السمك جميل جدا وكان صابح مش مجمد ولا اي حاجه، لا كان جميل خالص. والثلاث سمكات دول عملوا كيلو بالظبط. ما شاء الله كانت سمكه كبيره كده وسمكتين وسط. السمكه الكبيره قسمتها اتنين، والسمكتين الوسط سبتهم زي ما هم او شققتهم كده من الجناب عشان يشرب التتبيله. عملت التتبيله عباره عن توم مهروس، وبحط عليه ملح وكمون وكزبره ناشفه
وشويه خل وعصره ليمون. تمام كده. التركه دي بقى بصراحه اختي كانت قايله لي عليها، حبيت ان انا اعملها معاكم. وجبت ميه ساقعه من التلاجة، حطيتها في طبق كده او في صينيه يعني تكفي السمكيه كده. الكلام ده ينفع مع البانيه ومع السمك، عشان برضو الزيت بتاعك ما يتبهدلش ويتحرق من اول دور كده. لا، انت طبعا بهرنا السمك بتاعنا نفس البهارات اللي تبلنا بيها، اللي هو ملح ملح وكمون وكزبره. وبحط كمان كركم لو عندك، عشان بتخلي لون السمكيه كده ايه، ذهبي وحلوه وهي بتتقلي. وبعد كده تطلعي من التتبيله او من الدقيق كده، بحطها في الصينيه اللي فيها ميه ساقعه دي. وبصوا بتنزل اي دقيق زياده معايا، فلما بتيجي تقليها بصوا هتشوفوا شكلها دلوقتي الزيت نضيف خالص. لو قليتي كذا دور ورا بعض الزيت بتاعك هيفضل نظيف. والليمونه دي ما بتحطيها كده في الزيت، اي ريحه زفاره موجوده بتشيلها، ما بتخليش اي ريحه زفاره تطلع من السمك. طبعا غسلاه كويس ومنضفاه، وانتوا شايفين شكل التتبيله عامله فيه ازاي اصلا. بس التركه دي بتبقى حلوه قوي، بتخلي لو في ريحه زفاره ولا حاجه ما بتخليش يعني، بتشيل اي ريحه زفاره. اللي هي قشره الليمونه اللي انت استخدمتيها اصلا، اللي انت كنت هترميها، لا خليها في الزيت بتاع القليه، بجد هتلاقي كده تركيه حلوه قوي. والزيت بتاعي نضيف ما فيهوش اي حاجه، هستعمله مره كمان اقلي فيه سمك، فشايلاه على جنب ونضيف خالص. رز الصياديه عملته معاكم كتير قوي قوي، ما رضيتش ان انا اعمله معاكم تاني بصراحه. ما فيهوش عمايل، هو سهل جدا جدا. الرز البني والسمك بتاعي بصوا انتوا شايفين متحمر بقى، وانا محرفشاه ومقرمشاه كده عشان احنا بنحبه ناشف شويه. وبس كده كان زي الفل. وعملت سلطه طحينه وسلطه خضراء. هنا نسيت احط لكم سلطه خضراء، هحطها لكم دلوقتي شايفه حطيتها ولا لا. بس انا كنت عامله سلطه خضراء كمان، والف انا وشوف اللي كان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنا بقى ايه، كنت بوريكم باقي التنظيفات ده زي ما قلت لكم الجزء الثاني من الفيديو اللي فات. ان شاء الله اكتب لكم عليه نفس العنوان، واكتب لكم الجزء الثاني عشان اللي حابب يشوف باقي الفيديو. عايزه اقول لكم يا بنات، انتوا بتنسوني في اللايكات، بتنسوني في اللايكات. زعلانه منكم جدا. يمكن دي حاجه من والله الحاجات اللي مخليني محبطه ان انا انزل فيديوهات. انا كالعاده زي ما انتوا عارفين كنت بنزل شبه يومي، دلوقتي بنزل كل كام يوم، لان مفيش تحفيز كده، مفيش الواحد بس مثلا طاقه ايجابيه ان في تفاعل كده على القناه ان الواحد ينزل كل يوم. والله الواحد محبط خالص. طبعا من اللي بيحصل حوالينا، وكمان من اللي طبعا الواحد تعبه بيروح في الارض. الفيديو بيعلى مشاهدات اللهم بارك، لكن اللايكات في الارض، يعني معنى الكلمه تحت الصفر. ما بتيجوا علقوا لي كده تعليقين 3 4 كده، خلي التعليقات دي دلوقتي بتخلي في تفاعل على القناه. طول ما في تفاعل على القناه، طول ما في تعليقات يبقى في تفاعل على القناه. ده من ضمن التحديثات الجديده اللي في اليوتيوب، ان طبعا طول ما في قناه لايكات وتعليقات، معنى كده ان القناه دي عليها تفاعل. مش معنى ان فيها مشاهدات ان هي كده عليها تفاعل، لا، لازم يكون في تعليقات كتير عليها وفي لايكات كتير عليها. ده معنى كده ان في تفاعل على القناه. تمام كده. فاهم حاجه بالله عليكم ما تنسوش اللايك. اللي بيتفرج على الفيديو والله اللايك مش بفلوس خالص، بالعكس انتوا كده بتفرحوني وتشجعوني ان انا انزل لكم فيديوهات اكتر. ما شاء الله زي ما قلت لكم المشاهده بتبقى عاليه على الفيديو، لكن اللايكات بتبقى تحت الصفر معنى الكلمه. فالله المستعان. يعني عشان فيكم بس في ربنا وفيكم طبعا ان انتوا تعملوا لي لايكات كده كتير وتعليقات، عشان تحفزوني ننزل ان شاء الله ان شاء الله فيديو كل يوم باذن الله من غير مقاطعه. هنا بقى ايه من ضمن طبعا التنظيفات العميقه، انا جايبه اصلا الكفر ده او الغطا ده بتاع التلاجة من فوق. عايزه لكم تحفه جدا شيك جدا، كنت جايبه معاكم من مشتريات رمضان اللي فات. ربنا يعوضه بخير ان شاء الله السنه الجديده 2024. اللهم بلغنا رمضان لا فقدنا ومفقودين اللهم امين. كنت جايباه معاكم مشتريات رمضان السنه اللي فاتت، يعني من كام 6 7 شهور اهو ولا 8 شهور كمان. بس عايزه اقول لكم جميل جدا، خامته مشمع كده تقيل وحلو قوي، وفي جيوب من الجناب كده، فحلو قوي. فنضفت بقى تحتيه ونضفت فوقيه، بصراحه حميل التلاجة كان مخليها زي الفل. هو كل التراب كان عليها بس هي. وشلت بقى كل الحاجات اللي كانت فوق التلاجة، لان بصراحه فوق التلاجة من الاماكن اللي بستسهلها وبحط عليها اي حاجه في ايدي احطها فوق التلاجة. فما باجي بقى انضفها الاقي فيه مواهب كده فوق التلاجة والله المستعان. شلت كل اللي فوق التلاجة، كنت حاطه كولمان وحاطه زرعه كده، وكنت حاطه فانوس ايكيا، وحاطه طبق الفاكهه. بصوا كنت مظبطاه، شلت كل حاجه ونضفت الدنيا. هنا بقى من ضمن التنظيفات العميقه، حبيت ان انا اشيل طقم الكروبات زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، وحابه احط طقم الميلامين من باب التغيير كده.
كده، لان طبعا في رمضان ان شاء الله نحط مع بعض طقم الصيني بقى، فايه تغيير، ممكن احط الصيني وممكن ارجع الاكربال تاني، فالله المستعان. زي ما قلت لكم التغيير مش لازم ان انت تشتري كل شويه، لا بالعكس، لو عندك طقمين ثلاثه في النيش حاولي غيري، طقم كوبايات تشيليه، طقم كوبايات تحطيه، طقم اطباق تشيليه وتحطي غيره، فاهمين ازاي؟ ده كده من باب التغيير، هيغير من نفسيتك انت وانت واقفه في المطبخ. تغييرات بسيطه وحاجات بسيطه خالص بتغير من نفسيتنا، لان طبعا احنا 24 ساعه يعتبر في المطبخ، فبالتالي الحاجات دي بتغير من نفسيتنا احنا. بالنسبه بقى طبعا اي حد في البيت بالنسبه لنا دي حاجات تافهه، لا بالنسبه لنا احنا عشان بنقف اكتر وقت في البيت في المطبخ، فبالنسبه لنا دي حاجات طبعا كل شويه تدخلي تفتحي نور المطبخ وتتفرجي، طبعا احنا عارفين الكلام ده كله، احنا كستات بيوت عارفين الكلام ده كله. هنا الطبق ده كان محروق مني، كنت زعلانه عليه قوي، كنت هسيبه في النيش، قلت لا عشان يبقى الطعم كله على بعضه محطوط، فحطيته معي. هنا بقى حتى شلت طقم الاركوليه زي ما قلت لكم، وحطيت الطقم الميلامين كله، ما شاء الله اللهم بارك. الطقم بتاعي جميل جدا، انا بحبه قوي قوي، خامته تحفه، ما فيش منه دلوقتي، الخامه دي تقيل كده وحلو. وشلت بقى كل الكوبايات اللي انا مش عايزاها زياده، خليت كوبايتين قهوه كده ليا انا وزوجي العزيز، وحطيت كمان كام كوبايه للشاي لاولادي بتاعت الشاي بلبن. والمجات بقى، انا بقى انتوا عارفين انا بحب اشرب في المجات الكبيره بتاعت الشاي بلبن دي، برضو حطها كده جنب الميكرويف، الرف بتاع الميكرويف ما شاء الله لما بارك كبير، ففي مكان كده صغنن بحط فيه ايه المجات بتاعتي. ده مريحني ان نخلي المطبخيه قدامي رايقه كده مش زحمه، ده في حد ذاته يعني حلو قوي بالنسبه لي، ان انا واقفه قدامي المطبخيه فاضيه، ما تبقاش مكركبه وبلاستيكات على معالق على كوبايات، لا خليت بس كام كوبايه الشاي بتاع الاولاد اللي بيشربوا فيها، او نشرب بقى الحاجات السخنه بقى بتاعت الشتاء وكده، والمجات بقى بتاعتي انا احطها على جنب. حتى بقى بحب كده المجات دي اغير فيها، مره اعمل نسكافيه، مره اعمل كابتشينو، مره اعمل بقى ايه بحب انا اشرب القرفه قوي في الشتاء، الحلبة، الحاجات السخنة دي كل شوية تلاقيني بقى بغير من مج للتاني، طبعا احجام مختلفة. اللبانة دي بحب برضو احط فيها اللبن لما بصور معاكم، اذا كان بعمل نسكافيه او شاي بلبن. هنا حطيت المجات بتاعتي كلها جنب الميكروف كده، طبعا لمعت طبعا كفر الميكروف كنت جايباه معاكم برضو مع الكفر بتاع التلاجة، مرسوم عليه كتاكيت كده او عصافير شكله حلو قوي، كنت جايبه لونه احمر لون التلاجة، مع اني كنت جايباه قبليه بشويه، بس الحمد لله صادف ان هو اللون نفس اللون، فشكلهم حلو قوي هما جنب بعض. لمعت طبعا ده كله، ولمعت الرف ده، ولمعت الميكروف اللي فوق. وطبعا زي ما شفتوا كده حبيت افكركم من الفيديو اللي فات، احنا مصبين الشباك والشفاط والمطبخ، طبعا لمعته كله من بره، وخدت معايا السخان، كل ده متصبن كده ولمعته كان زي الفل. المطبخ اللهم بارك، بصوا الحمد لله الحمد لله راضيه عنه 100%. ان شاء الله الفيديو اللي جاي بقى نعمل مع بعض ديكورات كده بسيطه خالص من حاجات في البيت، حاجات عندك في المطبخ بتاعك، هنبدا نعمل كده ايه ديكورات بسيطه هتغير معاكي شكل المطبخ. طبعا بقى لازم بقى الشتاء وجمال الشتاء لازم نغير من ديكورات المطبخ، عشان نحس كده نعمل كوفي كورنر، نحس كده بتغيير، نحس ان في حاجه متغيره في المطبخ بعد ما نضفنا تنظيف العميق. مش معنى ان احنا نضفنا تنظيف عميق هنخلي الحاجه زي ما هي، لا انتوا عارفين ان انا بحب اغير بقلل اشياء، بحب حتى لو اشيل مكان الكورنر من هنا احطه الناحيه التانية، ده بالنسبه لي تغيير. احنا كده ستات البيت كلنا نفس الكلام، بنحب نغير اماكن الحاجه لما نيجي ننظف تنظيف عميق او من غير تنظيف عميق، احنا بنحب نغير الاماكن، نحس كده بتغيير وطاقه ايجابيه، نحس كده المكان جديد بالنسبه لنا، حتى لو في حاجه بسيطه نقلناها من مكانها للتاني، او حتى شلنا المشايه بتاعه الارض بتاعه المطبخ، دي في حد ذاتها تحس ان في تغيير. انا نفس الكلام، انا حتى والله العظيم هحط المشايه بتاعه العيد ان شاء الله عن حد حوش والله العظيم، بجد زهقانه ومخنوقه من المطبخ وحابه تغيير، حابه ان انا كده ايه اغير الدنيا. حتى والله الاوضه بتاعتي عملتها النهارده الحمد لله تنظيف عميق، وطلعت الشتوي وشلت الصيفي، عايزه اقول لكم شقلبت الدنيا، لفيت السرير من مكانه، وشلت الكومودينو من هنا حطيت الناحيه التانية، بس غيرت الاوضه خالص، اللي هو انا عايزه اغير كل حاجه في اي حاجه، عايزه احس بتغيير، عايزه احس ان في حاجه جديده، يعني فاهمين ازاي؟ التغيير مطلوب، برضو التغيير مطلوب، بيغير النفسيه، بيجدد الطاقه الايجابيه، بيخلي الواحد نفسيته على الاقل تتجدد بحاجات بسيطه، بقلل اشياء زي ما قلت لكم. الشباك بتاعي بقى زي الفل وبيلمع كده، كل شويه افضل ابص له كده، وطول ما انا واقفه افضل المع فيه، عشان اشوف اللمعه الحلوه دي. زي ما انتم شايفين كده الحيطه كلها اتعملت، طبعا انا خدت الحيطه دي كلها من فوق لتحت كده بالشفاط بالشباك بكله زي ما قلت وريتكم الفيديو اللي فات. المطبخ ظبطته وخلصت كل اللي ورايا، طبعا لازم مكافاه النفس كده بعد يوم طويل ويوم شغل كله شغل وتعب،
فالله المستعان قلت اعمل فنجان القهوه. انا عارفه ان الفيديو ده متعاد معاكم، بس طبعا اليوم ده انا عملت القهوه ما قدرتش ان انا اصورها معاكم والله، لان بجد كنت خلاص خلصت وخلصت. كنت طبعا بقى وفي دروس وفي مذاكره وفي واجب وفي حاجات بتتعمل تاني ما وراء الكواليس، طبعا مش معاكم في الفيديو، فالموضوع كان متعب جدا. معلش بقى لو الفيديو قصير معاكم، انا بقيت الفتره الاخيره دي اطول في الفيديو شويه عشان تستفادوا منه وكمان تتحفزوا منه وتاخدوا منه طاقه ايجابيه. المره دي كان صغير، بس حبيت ان انا ايه برضه اكون متواجده معاكم، مش ما وقفتش مره واحده. لا ان شاء الله ان شاء الله احاول ان انا انزل كل يوم فيديو عشان برضه اكون متواصله معاكم، ما اوقفش معاكم خالص خالص روتينات. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم مش اللايك والاشتراك في القناه اهم حاجه، وتفعيل الجرس، وزي ما قلت لكم تعليق كده محفز منكم. يعني اللي يعمل تعليق بلاش يبقى تعليقين ثلاثه كده عشان الفيديو يتفعل. بس كده بحبكم في الله، اخواتكم في فلسطين.